السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هنعمل، اسفة على الصوت حبايبي، معلش بس شوية برد كده. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض حاجة حلوة جدا، كل بقى الولاد الصغيرين بياكلوها وبيحبوها، وتبقى موجودة بقى طبعا في الملاهي وفي المصايف. كلنا عارفينها، هي خد الجميل. التفاح اللي بالكراميل الأحمر حلو جدا والأطفال بتحبه قوي. هو سهل قوي قوي ان احنا نعمله في البيت ونفرح بيه ولادنا، يعني ايه، في ايام المذاكره كده، ونديهم كده ايه حلو جدا جدا. تمام. هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم. اي تفاح بقى عندك موجود عندك، بس يا ريت يكون صغير عشان يبقى حجمه حلو كده في مع الكراميل ان شاء الله. معانا كوبايه سكر، معانا ربع كوبايه ميه ولون احمر. اللون الاحمر ده من عند مستلزمات خامات الحلواني. تمام. بنفس الكوبايه اللي عاير بيها السكر عايرت بيها الميه. مفيش اكتر من، طبعا لما الشربات يغلي هعصر عليه عصرة ليمونة، مش اكتر من كده. تمام. هنعمل ايه بقى؟ نسمي بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط السكر في طاسة او كزرولة بقى الموجودة عندك، وعليها المية. بسم الله. خلاص. وهحط عليها 3 نقط من اللون الاحمر، وهقلب. لو احتاجت ان انا اغمق اللون تاني هحط كمان تاني ونشوف. بسم الله. دي نقطة، 2، 3. هقلب بقى الايه السكر بتاعي واشوف اللون اخباره ايه. كده حبايبي هقلب معاكم اللون، بسم الله الرحمن الرحيم، لحد ما اوصل للون الاحمر الحلو اللي احنا بنشوفه مع التفاح لما بنشتريه من بره. اللون حلو جدا جدا، يعني انا بالنسبه لي اللون كده معقول قوي قوي. لو عايزه تغمقيه عن كده ممكن تحطي نقطه كمان. انا حطيت على المعايير دي او على المقادير دي حطيت 3 نقط بالظبط. هنرفع بقى الكراميل بتاعنا على النار ونشوف هنكمل مع بعض باذن الله ازاي. كده حبايبي انا رفعت الكراميل على النار، وهفضل اقلب بقى في السكر كويس جدا لحد ما يدوب خالص، وما يبقاش موجود فيه اي سكر في الكراميل بتاعنا. تمام. هو ما بياخدش وقت على النار، لان طبعا الميه كمان قليله اللي احنا حاطينها فيه. كده السكر بتاعنا كله داب. طبعا قلبنا لحد السكر كله ما داب. تمام. هنسيب بقى الكراميل بتاعنا لحد ما ياخد قوام، علشان لما نحط فيه التفاح العسل يثبت عليه ما يقعش منه. يعني مش هطفي عليه على طول اول ما السكر يدوب، لا، لما الاقي العسل تقل معايا. تمام. لحد ما اوصل للمرحله دي باذن الله ارجع لكم تاني ان شاء الله. كده حبايبي العسل بتاعنا تقل اهو معانا زي ما احنا شايفين اهو. قعد بالظبط معايا على النار 5 دقايق. هعصر بقى عصره ليمونه بسيطه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. وهنطفي النار على طول. هنكمل بقى مع بعض باذن الله خد الجميل بتاعنا ان شاء الله. كده حبايبي الكراميل بتاعنا جاهز على ان احنا ايه نعمل الخد الجميل بتاعنا. نسمي بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كده التفاح اهو. هنحط بس في التفاحيه خله. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان بس نثبتها بيها وايه ونتحكم فيها واحنا بنحطها في العسل. كده تمام اهو. هبدا بقى انزلها. بصوا قوام العسل ده دليل ان العسل بتاعنا نجح معانا لما يلزق كده على التفاحه وما يقعش منها. هبدا بقى الف التفاحيه كلها في العسل كده. بسم الله الرحمن الرحيم، لحد ما كلها تتغطى. يا رب يكون واضح في الكاميرا. كلها تتغطى معانا بالايه بالعسل اهو. اللي تحت بقى كده ممكن بمعلقه وننزل كده عليه عشان يتغطى كله. احنا عايزين نغطي التفاحيه كلها. تمام. انا هعمل معاكم واحده اوريكم بس الفكره، وانا هكمل بقى الباقي باذن الله مع نفسي ان شاء الله باذن الله حبايبي. اهو كده احنا غطينا كل التفاحيه بتاعتنا بالعسل اهو. شكلها حلو جدا جدا. هنرفعها بس كده ونسيبها ايه تصفي العسل الزياده اللي فيها في الطاسه بتاعتنا.
تمام كده. وعلى فويل بقى، احنا حاطين على الرخامه ورقه فويل، هنثبتها كده عليها لحد ما تمسك نفسها وتنشف، وهنشيلها منها بكل سهوله باذن الله. تمام. انا هكمل بقيه الكميه كلها وان شاء الله نشوفها مع بعض باذن الله. وده كده يا حبايبي شكل التفاح بتاعنا بعد ما الكراميل جمد عليه وشلناه من على الفويل وحطيناه في الطبق. ما خدش معانا وقت خالص، في 5 دقايق كنا عملناه. صنف حلو وبيعجب الاطفال جدا 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 والله، والكبار كمان. اتمنى يا رب حبايبي تنفذوه ويعجبكم ان شاء الله، وتقولوا لي في التعليقات إيه الاخبار. وباذن الله حبايبي نتقابل فيديو جديد، واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.